يا صباح الخير. يا صباح السعادة، يا صباح السرور، يا صباح ماما جولة الحلوين الجميلين الطعمين، حبايب قلب ماما جولة. يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح الفل على حبايبي الحلوين. وبحبك يا بيضة، بحبك يا سمرة، بحبك يا أبيض، بحبك يا أسمر. لو قلبي هنا بحبك، لو قلبي هنا بحبك، لو قلبي هنا بحبك، لو قلبي هنا برضو بحبك. يلا بينا يا ماما جولة، هتقول لنا ايه النهارده؟ كلمينا عن ايه النهارده؟ هكلمكم عن الناس اللي بتدخل تخبط في الحلل، ما هيش عارفه الحلل فيها ايه اصلا. تخبط 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 لحد ما دماغها يتخبط في الحيطه. واحده سافله حكيره داخلالي، دايما بتدخل تكتب كومنتات زي وشها. طبعا انا الكومنتات دي ما تاثرش فيا. يعني عايزه اقول لك بقى ايه، يا متفائله يا حقيره. اسمها المتفائله، اسمها ايه يا اولاد؟ المتفائله. انا كاتبه الكومنت بتاعك اهو معايا، يا متفائله يا حقيره. تعالي اعرفك تمامك بقى، تعالي بقى لما ايه اعرفك تمامك، صح؟ اعرفك تمامك انت مين وانا مين. يا متسوله، يا شحاته، يا اللي بتجري ورا جاموسة فرنسا عشان تديكي لقمه ولا تديكي اي حاجه تاكليها. بصي الهوا عمل ايه في شعري. بصي انا عايزه اعرفك ماما جوله مين وانت مين يا سافله، يا اللي داخله من غير اي احم ولا دستور، بتكلمي كده وتخبطي وخلاص. انت عايزه تهبدي وخلاص. عايزه ايه؟ عايزه تهبدي وخلاص. حبير الجاموسه اللي زي الكلاب، لما ترمي لهم لقمه يجروا وراها. انت منهم، انت من الكلاب بتوعها اللي بترمي لهم اي لقمه كده يجروا بسرعه. عايزه توصلي لها، عايزاها تشوفك، بس هي مش هتشوفك برضه. هي برضو ايه؟ هي خاينه زيك، تمام؟ انت متفائله، انت بتقولي متفائله، انت متفائله بالخير على دماغك ودماغ الفاظك ودماغ كومنتاتك اللي انت عماله تبعتيها وعماله تكتبيها. إيه... تعالي شوفي الاول انا عايشه ازاي وعايشه فين. انا بقالي 40 سنه في الغربه، منهم كم و20 سنه كده في الكويت، وكم و20 سنه هنا انا كبيره مش صغيره، مش هقول لك ان انا صغيره، لا انا كبيره. وكم و20 سنه هنا في امريكا. يعني عايشه بالدولار يا معفنه يا نتنه اللي بتقولي لي بجري ورا الدولار. بالعكس، انا ما بجريش ورا الدولار ولا حاجه. انا حياتي كلها دولارات، انا شغاله بالدولار، بقبض بالدولار، بصرف بالدولار. يعني مش محتاجه ان انا اجري ورا واحده زي جاموسه فرنسا دي عشان تديني دولار. انا ادي 10 زيها. انا بدعم الناس كلها على اليوتيوب، وانت ما انتش عارفه حاجه، ما انتش فاهمه حاجه، وما انتش شايفه حاجه، وداخله تخبطي وخلاص، تمام؟ انت شحاته زيها، انت شحاته زيها. بصي انا ما عنديش العقليه ان انا انزل بمستوايا لمستواكي، يعني ما عنديش العقليه ان انا انزل بمستوايا لمستواكي، لكن انا هنزل اهزقك واغسل بكرامتك الارض واغسلك وانشرك واطلع تاني لمستوايا. السلم لسه محطوط يا سفله. متفائله دي يا جماعه بتدخل كل القنوات، تدخل تهبد وتشتم وما هيش عارفه هي بتقول ايه. بتدافع طبعا عن جاموسه فرنسا. هي شايفه ناس بتدافع عن جاموسه فرنسا، قالت لك ادافع عن رخرة يمكن ينوبني من الحب جانب، بس هي تديكي بالشلوت يعني. هيجي لك يوم تديكوا بالشلوت. فانا بقول لك احذري مني، ما تخشيش تاني عندي. لو انت عندك دم ما تخشيش. انت بتقولي ان انا بخش عند، يعني معنى كده ان انا بنشوف جاموسه. احنا بنشوف الجاموسه عشان نضحك عليها، عشان نتفرج على خيبتها، نشوف الكذب اللي هي بتكذبه، نشوف النفاق اللي هي بتنافقه. يعني مثلا بتقولك ايه، انا غبت ال4 ايام دول ولا ال5 ايام عشان اتجوزت ايه؟ فرنساوي، اتجوزت حميراوي. فين الفرنساوي اللي هيبصلك يا حلوفه يا بغله؟ فين الفرنساوي اللي هيبصلك 4 ايام ولا 5 ايام ولا 6 ايام ولا 10 ايام لحقتي تنزلي فيهم بالعقل كده؟ يعني لو المستمع، يعني لو اللي بيتكلم عاقل والمستمع اهبل، بمخك كده، انا هتلحقي في المده القصيره دي تروحي مصر تحضري فرح مش عارفه بنت اخوكي ولا بنت اختك، وبعدين
وبعدين ترجعي وبعدين تتجوزي وبعدين تعالي هنا. انت متجوزه وعروسه، ما شفناش عروسه بتقعد تاكل لوحديها، شفناش عروسه لابسه اللي انت لابساه ده. وفي عروسه تلبس بلوفرات وبنطلونات كده ايام صباحيتها ولا ايام الجواز بتاعها، اسبوع الجواز ولا حاجه. مش حاسين انك انت عروسه، شكلك مش عروسه، شكلك جاموسه. تمام. قال ايه؟ انا يا جماعه عملت الاكل وباكل علشان جوزي متاخر في الشغل وهيجي ياكل لوحده. انا بقى هسيب له شويه دول بياكل فضلتك. لو عندنا زمان كانوا يقولوا ايه الواعين لما الطبق لما بيخلص وتلحسي فيه اللقمه كده يقول لك انت لحاسه زي الكلبه. يعني انت مخليه له مخليه له البواقي بتاعتك يجي يلحسها عشان ينضف لك الطبق. ايوه صحيح، انت مخليها عشان يجي يلحسها. قال بياكل مكان المعلقه بتاعتك. انت مقرفه، ده انت اللي يبص لك يرجع اللي في بطنه كله. انت مقرفه. عارفه مقرفه يعني ايه؟ مقرفه بمعنى كده شكلك كده مقرف. اللي مخليه له الطبق بتاعي عشان ياكل معاكي وبياكل بالمعلقه بتاعتي. انا عايزه اعرف ايه اللي بيضحكك. حد زغزغك؟ بياكل بالطبق بتاعي وبياكل مكان المعلقه بتاعتك. حبيبتي ايه القرف اللي انتوا بتعملوه ده؟ انت مقرفه اصلا. ايه ده؟ إيه اللي ياكل في الطبق بتاعي؟ شويه فاضلين كده ملحوسين في الطبق تخليهم للراجل. انت جايباه منين؟ والمعلقه ياكل مكانك. يعني ايه ياكل مكانك؟ انا مش فاهمه بالظبط يعني حد ياكل مكان حد. ده احنا بنزعق للاطفال الصغيرين عشان ما ياكلوش ولا يشربوش مكان حد. كل واحد له ازازه الميه بتاعته، كل واحد له معلقته، ما ينفعش نمد ايدينا في طبق حد. الحاجات دي كلها حبيبتي تعلميها، نعلمها لك من الاول وجديد. بصي يا حبيبتي، ما تاكليش بمعلقه حد حبيبتي عشان عيب كخ. ما تاكليش من طبق حد، لازم تاكلي في طبق لوحدك كل واحد. لانك انت بتحطي المعلقه في بقك وترجعي تحطيها في الطبق ويرجع اللي معاكي يحط المعلقه ولا البتاعه في الطبق اللي انت بتاكلي فيه وياكل معاكي مكان معلقتك ما كانت في بقه. قرف طبعا، كل ده قرف. كل ده احنا بنتعلموه احنا صغيرين، ان احنا ما ناكلش من طبق حد، ما ناكلش بمعلقه حد، ما نشربش من ازازه ميه حد. كل ده احنا بنتعلمه واحنا اطفال، اهالينا بتعلمهم لنا، فاحنا بنعلمهم لعيالنا. فانت علمي نفسك وعودي نفسك على النظافه عشان ما يجيلكيش امراض. وما تخليش جوزك ياكل مكانك لان حرام عليكي، تخلي له البواقي. يعني هو يعني مش راجل، هو مش بني ادم. هي انت هتخليهم للقط او للكلب، نصدقك لو للقط او للكلب، لكن ليكي انت لا طبعا. لجوزك لا طبعا، عيب. ما ينفع، مش عيب. اخي عندي اعي. بس يا ست متفائله، عايزه اعرفك ان انا يعني مش عبده الدولار زي ما انت بتقولي عبده الدولار. لا طبعا، انا الدولارات عندي بالهبل. تحب اوريها لك الاسبوع الجاي ان شاء الله، او الفيديو الجاي هوريك انا عندي ايه. هوريك الذهب اللي عندي، هوريك مش هنقول المازات عشان ما نكذبش. انا عندي حاجه الماظ بس مش كتير، يعني مش هقول لك دي الماظ ودي الماظ، لا. وبناتي ما بيهدونيش غير بالالماظ. دي مغتربه، بناتي بيهدوني بالالماظ. انا كمان بناتي بيهدوني بالالماظ. انا فعلا بناتي بيهدوني بالالماظ. انا بنتي معايا هنا في امريكا، وعندي بنتي في الكويت اسم الله عليها. ربنا يديهم يا رب ويبارك لهم في حياتهم وشبابهم ويخلي لهم رجالتهم يا رب. طبعا ما بطلعش اكذب واتباهى اقول دي مش عارفه ايه ودي ايه وانا جبت كذا وعملت كذا وخليت كذا. ما بطلعش اكذب على متابعيني، انا بطلع كل صدق وكل امان. وربنا يهدي الامور. وتاني مره يا متفائله، خشي باحترامك. خشيتي باحترامك هنحترمك، ما خشيتيش باحترامك مش هنحترمك. وبعدين في واحده داخله باكونت فيك مغتربه في فرنسا بتدخل عندي. ما تدخليش تاني لان انا فاساكي. انا مش ساذجه للدرجات دي، يعني انك انت مغتربه. اللي هيدخل تاني منكم هعمل له بلوك. يلا روحوا يا جمايس، روحوا شوفوا الزريبه عايزه ايه. يلا روحوا اعملوا لنا بيبي عشان الناس عايزه تعمل جله. مغتربه مستنياكم تعمل الجله بتاعتي. يلا يا جله فرنسا، يلا يا شله حوش، يلا يا بيئه، يلا يا اللي ما بتعرفوش ربنا. انا طلعتوني عن شعوري زي اسمها ايه ما بتقول، طلعتوني عن شعوري وخلتوني اشتم شتيمه انا ما بحبش
بحبش اشتمها، ما بحبش اشتمك يا ام قرون، ما بحبش اشتمك يا فاكهه معفنه، ما بحب. بس هشتمكوا بقى لان كنتوا تستاهلوا الشتيمه، تستاهلوا الضرب بالنعيله. ده ضرب جزمي. يلا يا جزمه انت وهي.